السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عند محترف العصافير. كنتمنى تكونوا مزيان وتكونوا في صحة جيدة. كنعتذروا على واحد الغياب اللي هو طويل شوية، اللي ما بقيناش درنا شي فيديوهات على الطيور، وان شاء الله نتشاركوا معكم هذا الفيديو هذا. بالنسبة كنتأسف لبعض الإخوة اللي ضاعوا لهم الطيور ديالهم البارح، يعني في أكثر في مدينة أكادير وبعض المدن اللي في المغرب، اللي كانت درجة الحرارة اللي كانت طالعة، اللي كانت وصلت حتى 46، والناس ما كانتش خدمت مع الطويرات ديالها، حيت الطائر ملي كتطلع درجة الحرارة، يعني كتطلع درجة الحرارة طالعة بزاف، كتنقص النسبة ديال المياه اللي في الجسم ديال الطائر، وكتنقص يعني من المناعة ديال الطائر، كتهود، وما كيبقاش الطائر يعني الشهية ديالو كتمشي، يعني ما كيبقاش الشهية كتمشي، وحتى الهضم ما كيبقاش عند الطائر. يعني حنا خصنا نعاونوا الطائر ديالنا يعني في درجة الحرارة باش الطائر يبقى ناجح عندنا، يعني حتى الوقت الانتاج وكنخدموا به. يعني الا ما درناش ليه بعض الامور، يعني الطائر كيضيع لينا وكيتوفى، بحال واحد عدد ديال الطيور اللي ماتت لعند بعض الاخوان، وكنتاسفوا له بزاف، وكانوا بارطاجاو معايا البارح. وكما شفتوا انا راه جامع كلشي هنا، الصباع عاطيهم فلفله، هنا راه كاين واحد المنقوع ديال التمر، يعني البلوح، كنقولوا داك التمر اللي كيكون قاصح، كنجيبوا واحد 10 وكنديرهم في اطرو ديال الماء، وكنخليهم يباتوا ليله، وكنزيدوا عليهم 2 عواشق ديال الملحه، 10 تمرات في اطرو ديال الماء و2 عواشق ديال الملحه الحيه صغار، وكنخليهم وكنقدمهم للطويرات ديالنا يستافدوا منهم، باش الطائر ترفع المناعه ديالو، الشهيه ديالو كتزاد، باش يقاوم لنا درجه الحراره اللي كانت طالعه. فيما الانسان كتبان درجه الحراره كنخدموا بها، وخضار ضروري انه نعاونوا بها الطويرات ديالنا. وبالنسبه للدراري الاخوه اللي ماتوا لهم الطويرات ديالهم، كنتاسف لهم بزاف، وان شاء الله مخلوفه، يعني مخلوفه، شي حاجه ما كتضيع، شي حاجه ما كتضيع لهم. نتيجة تجاوز إخوة مع بعضياتهم كيعطيو واحد التشوهات يعني في الأرجل، وهذا خدمت بيا الطوير هذا دريساج. المهم نشاركو معكم الطويرات هادو جامعين ان شاء الله الخدمة. عندنا بعض الطيور هنايا بحال الجاوا كروستر، يلا قادين السيباراسيون هنايا. عندك الكناري هنايا واحد شوية، باجي البلاك، بعض الطيور. المهم هاد الاخوه اللي توفوا لهم الطويرات ديالهم، خاص ديما الانسان يحتاط درجه الحراره ملي كتكون طالعه، يعني خاص الانسان يحتاط بزاف، يحاول يبدل الماء 3 المرات ولا 4 فيما بانت ليه الماء سخون. الارضيه انه يسردها، الارضيه ديال الارباج عنده البلاصه اللي ديال فيها العصافير تسرد ويخليها سارده، يعني يحاول يعطي خضار وفواكه وبعد فيتامينات كتقدم للطير. واكثريه هذا المنقوع ديال التمر هذا يعني كنقدمونا ديما للطويرات عندي، كندير 10 تمرات يكونوا قاصحين، كنديرهم في اطرو ديال الماء، وكنزيد عليهم 2 عواشق صغار ديال الملحه او عاشقه صغيره، وكنخلي داكشي تيطلق، وكنصفي داكشي وكنقدمو للطويرات مشربيات يشربوه، باش الطائر ترفع عليه يعني السوائل اللي في الجسم ديالو، والمناعه ديالو كترتفع، وكتدخل مع املاح، حيت هذاك التمر فيه فوائد كثيره بزاف، وهذا الشيء اللي ان شاء الله يخدموا به الانسان. المهم نشاركوا معكم الطويرات اللي ضاعوا الاخوان، وكنتاسف بزاف. بالنسبه نشاركوا معكم الطويرات اللي ضاعوا الاخوان، وما خصش الانسان انه ينتج في هذا الوقت ديال الصيف، يعني الانسان يحاول يعطي للطير، يعني يعطيه وقته، وقت ديال غيار الريش، وقت يعني الراحه، وقت التجهيز. يعني كاين اوقات اللي يخدم بهم الانسان، مثلا شهر 9 وشهر 10، هذيك الساعه الانسان يركب الاعشاش ديالو وينتج. بعض الاغلاط اللي داروها بعض المربيين انهم نتجوا واخا درجه الحراره، يعني درجه الحراره طالعه،
وزائد الأنثى يعني الطاقة ديال الجسم ديالها اللي قارقة بها على البيض، زائد الجو، زائد الربيعة، يعني كتكون يعني واحد الزمط اللي هو، وكيموتوا الفراخ وتتموت حتى الكوبلة. وبعض الأغلاط اللي كيديروها المربين يعني كيحطوا في بعض المناطق في السطح يعني الطيور ديالهم كتكون كيوقع اختناق. يعني هاد التمر اللي عطيت الإخوان راه كنستعملو أنا في الصيف، وكنستعمل بعض الخضار كالسلاوي، كالقرعة، كالخيزو، يعني هادشي راه مزيان. وهذا هو اللي كاين. وما تنساوش تابوناو وعد خوكم فيما كان ان شاء الله شي جديد، ان شاء الله مازال غنشاركو معكم شي فيديوهات ان شاء الله اللي يكونوا مزيانين. يلا تشاو عليكم.